ترى اهلا. انا كديفلوبر صغير جدا، اكيد عندي افكار كتير لبرامج نفسي اعملها، وكل برنامج كاتبه ومخطط ليه يعني، وعين الورقه بتاعته في حته. وعلى راس هذه البرامج كلها نفسي اعمل برنامج باسرع وقت. ايه هو البرنامج؟ البرنامج عباره عن ايه؟ انا كنت عايز اعمل برنامج يظبط لي حياتي، برنامج يظبط لي الدنيا، برنامج يعني ايه، يعني اصحى كل يوم يقول لي على الحاجات اللي انا المفروض اذاكرها، ويقول لي على الحاجات اللي المفروض اراجعها عشان ما انساهاش، ويقول لي على الحاجات اللي انا المفروض اخلصها في حياتي عموما، وايه، ويتابع التقدم بتاعي، ويظبط لي الديدلاينز. يعني بص، انا كنت كل امنيتي ان انا اصحى الصبح اذاكر، بس انا كنت ممكن اصحى اذاكر فعلا، اذاكر والاقي ايه، نفسي اهتميت بالبرمجه واجي اندب حظي بقى، ده الانجليزي اهم دلوقتي. فبص امسك الاثنين، البرمجه والانجليزي اهو ومتابعهم مع بعض، الاقي في حاجه ظهرت ثالثه، يا خراشي ولف بينا يا دنيا. كانت معاناه والله. لا طبعا انا كنت عايز اذاكر يعني ايه، ومظبط كل حاجه مع بعض، البرمجه والانجليزي واللغه والحفظ والعلم الشرعي والكليه مثلا. وعايز برنامج حاجه تجمع ما بين الوورد والاكسل والحاجات الاساسيه في كل واحد منهم، او الحاجات المعقده حتى يعني. واهم حاجه الملفات، يعني انا كنت ممكن اكتب ملفات، وفي الاخر مثلا احطها في حته وانسى حطيتها فين، او مثلا احطها في الديسك توب وامسحها واجي في الاخر ادور عليها. ولو لو الكمبيوتر حصل له حاجه مثلا، يا الملفات تروح. لا طبعا كنت عايز برنامج ايه، على كلاود ولا حاجه. كل ده كله اتلقيته في برنامج بيرشحه كل اللي على اليوتيوب متهيألي، وهو برنامج نوشن. نوشن اللي فعلا غيرت وخدمت حياتهم بشكل كبير جدا. البرنامج والله كنت محتاجه جدا، اصلا كنت تايه ومش عارف، يعني مش عارف اظبط كل حاجه مع بعض، ويعني مش عارف اخطط، والتخطيط بيبقى صعب جدا. والله البرنامج خلاني ماسك حياتي كده، كل حاجه في حياتي ماسكها كده. يعني بص تعالى اوريك التشارت دي. بص دي تشارت من الايام اللي انا بدات اتعلم فيها، والحاجه اللي متعلمها بالاحمر دي، ده اليوم اللي انا بدات ايه، اعرف استخدم فيه نوشن. فقبل 92 يوم حرفيا، ال 92 يوم كانوا يعني ايه، مخرمين كلهم. انا اسف في اللفظ، بس حرفيا ايام الراحه اكتر بكتير واضعاف ايام المذاكره. وايه، وانت متضايق ومحبط، مش عارف تستمر، مش عارف تخطط، مش عارف تظبط كل حاجه مع بعض. يا جدعان البرنامج ده يعني الغرض اصلا من الفيديو ده اللي انا اقول لك تاثير البرنامج ده على حياتي وحياه ناس كتير. فانت لو كنت بتعاني من اي مشكله من اللي انا قلتهم دولت، فالبرنامج انصحك بالبرنامج ده وبشده. انا عارف ان البرنامج ده يكون معقد، انا متهيألي قعدت 3 ايام عشان افهمه، و5 ايام عشان اظبط حياتي عليه. فما تستخسرش اطلاقا الوقت اللي هتقضي في تعلم وتخطيط البرنامج ده. والحمد لله انا لما جيت اتعلمته من حد ايه، ما فنش منه، وانا كان عندي طول بال. انا بص، انا اتفرجت على فيديوهين بس حرفيا. اول فيديو اللي هو ده فيديو بحاجات اساسيه فيه خالص، اتفرج عليه هيعلمك ازاي تعمل الحاجات الاساسيه. بعد كده الفيديو العظيم التاني بتاع وليد، الفيديو ده عظيم جدا في التمبلت اللي هو حاطه. خش اتفرج وهو بيشرح التمبلت بتاعه، التمبلت حرفيا عظيم. انا خدته وعدلت عليه وضفت حاجات كتير جدا عليه زي السبيس ريبيتيشن والحاجات دي فارقه جدا. وان شاء الله هحاول اصور فلوجات كل غرضتها ان انا تشرح نوشن سيستم بتاعي، واقول على الحاجات اللي انا قابلتها في ال 170 يوم دولت، الحاجات اللي ساعدتني جدا والادوات اللي انا قابلتها. فان شاء الله، هو ده مش وعد الصراحه قوي عشان قوي جدا، فان شاء الله هبدا اشتغل عليه من الاسبوع الجاي. فدعواتك بقى.